الأخ حسن الأنصاري يقول شيخنا إذا أولاد آدم تزوجوا من القوم اللي سبقوهم ليش حواء من ضلع آدم؟ أخي المحترم، أولا الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، حواء من جنس آدم، خلق منها زوجها، مو معناها من الضلع كما يقول كثير من العلماء، لا، منها يعني من جنسها، من نفس الطبيعة، هاي هي القضية. ثانيا أولاد آدم يا أخي الكريم أكو اتجاهين، اتجاه يقول أن أولاد آدم تزوجوا كل واحد تزوج أخت الثاني، مو الشقيقة مالته، لا أخت الثاني. طبعا بعض العلماء يقول في ذلك الوقت يعني في فقط هذه القضية كانت حلال، فقط في تلك الحادثة فقط، ثم هي حرام أخي الكريم. لكن البعض الآخر يقول لا، الله سبحانه وتعالى كما خلق آدم وحواء من نفس الطينة من نفس الطبيعة، كذلك خلق زوجات لأولادهم، يعني زوجتين لأولادهم وتزوجوا وتناسلوا. فبالنتيجة أكو اتجاهين، اتجاه يقول واحد أخذ أخت الثاني التوأم، والاتجاه الثاني يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى خلق لهما زوجتين من نفس السنخ أو نفس الطبيعة، والبعض يقول حوريتين أو هكذا. بالنتيجة الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، وحواء مو من ضلع آدم كما يقول كثير العلماء، وإنما منها زوجها، أي من نفس الطبيعة والطينة.